مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج مع الناس، تأتيكم هذه المرة من استديوهاتنا المركزية بمدينة الرباط. بعد سنتين من المفاوضات، صادق البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء الماضي بستراسبورغ خلال جلسة عامة على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وصوت لصالح هذا الاتفاق 310 نواب برلمانيين. وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز خنوش قال إن التصويت لصالح هذا البروتوكول سيفتح آفاقا كبيرة للعلاقات المغربية الأوروبية، موضحا أن البرلمانيين الأوروبيين الذين صوتوا لصالحه ينتمون لأحزاب اشتراكية وشعبية، وقلة من البرلمانيين الليبراليين والمحافظين. جبهة البوليساريو من جهتها أعلنت عن رفضها التام لهذه الاتفاقية وطالبت بإلغائها. مشاهدينا الكرام، في البداية أعتذر لكم عن رداءة الصوت. يبدو أن رحلة الصيف في مدينة العيون إلى رحلة الشتاء في مدينة الرباط قد أصابتنا بنزلة برد، لكن ذلك لم يمنعنا من مناقشة هذا الموضوع مع ضيوفي الأكارم. أرحب أولا بالسيد عمار الشيخ، مهني في قطاع الصيد. سي عمار، مرحبا بك. أهلا بك وسهلا أخ نوار. كما أرحب بسيد إبراهيم خيا، نائب برلماني عضو اللجنة البرلمانية المشتركة بين البرلمان الأوروبي والمغربي. سيد إبراهيم، مرحبا بك. شكرا لكم على الاستضافة. وأخيرا وليس آخرا الدكتور عبد الفتاح الفاتحي، خبير في قضية الصحراء والشأن المغاربي. شكرا. مرحبا بك سي عبد الفتاح. في البداية مشاهدينا الكرام، نتوقف مع هذا التقرير الذي أعدته الزميلة رعبو بهي يتحدث عن الاتفاقية ككل. لنشاهد جميعا. صادق البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة يوم الثلاثاء 10 من دجنبر الجاري بستراسبورغ على بروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وقد أقر البرلمان هذا الاتفاق ب310 صوت، مؤيدا بذلك تصويت لجانه الثلاث: التنمية والميزانيات والصيد البحري. ويهدف البروتوكول الجديد للصيد البحري الذي تبلغ مدة سريانه 4 سنوات، ويقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي له ب40 مليون يورو، ويهدف بالأساس إلى تمكين سفن الاتحاد الأوروبي التي تحمل علم 11 بلدا أوروبيا معظمها إسبانيا في حدود المتاح من الصيد في المياه المغربية بشكل مسؤول. ويروم البروتوكول أيضا تعزيز التعاون بين الرباط وبروكسل بهدف إرساء إطار للشراكة من أجل تطوير سياسة مستدامة للصيد البحري تصب في مصلحة الجانبين، مما سيتيح آفاقا رحبة وإمكانيات ليست في مجال الصيد فحسب، بل أيضا أمام تنمية مجموع قطاعي المنتوجات البحرية. وللإشارة فإن انضمام إسبانيا سنة 86 900 وألف إلى الاتحاد الأوروبي، والذي كان يعرف آنذاك بالصيغة الأوروبية المشتركة، شكل الانطلاقة الرسمية للعلاقة التعاقدية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في القطاع الصيد البحري. فقد كان أول اتفاق أبرم بينهما يعود إلى سنة 95 900 وألف، وبعد انقضائه عقب 4 سنوات التي كانت محددة له لم يتم تجديده كما كان متوقعا سنة 99 900 وألف، نظرا لعدم اتفاق الطرفان على مستجدات شروط التعاقد، حيث لم تدخل الاتفاقية الثانية للصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حيز التنفيذ إلى حدود 2007، والتي انتهى أجلها في فبراير 2011. غير أن المفوضية الأوروبية تقدمت بطلب لتمديد الاتفاقية لسنة واحدة فقط، ليتفق الطرفان على ذلك في انتظار مصادقة البرلمان الأوروبي الذي رفض التمديد ل4 سنوات كما تنص عليه الاتفاقية لأسباب سياسية روج لها أعداء المغرب وأعداء مصالحه في المنطقة. نوفمبر 2012 دخل طرف الاتفاقية مجددا في مفاوضات جادة من أجل التوصل إلى بروتوكول جديد، حيث تم التوقيع بالأحرف على اتفاق يخدم مصالح طرفي الاتفاقية ويستجيب لكل توصيات البرلمان الأوروبي الذي صوتت مختلف لجانه لصالحه، ليكون بذلك 10 من دجنبر الجاري موعدا تاريخيا في مسار الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث تمت المصادقة نهائيا على البروتوكول الجديد للصيد البحري كما سبقت الإشارة لذلك، والذي يثبت المغرب من خلال توقيعه عليه أنه بالفعل شريك اقتصادي أساسي للمنظمة الدولي والمجموعة الأوروبية، واعتراف واضح وصريح بالمجهودات التنموية الجبارة التي يبذلها المغرب لتنمية المنطقة في مواكبة لتنزيل المخطط التنموي الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. نبدأ مع الدكتور عبد الفتاح الفاتحي. دكتور، كيف قرأت حدث التوقيع على اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي؟
من المؤكد بأن المغرب قد نجح دبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا حينما صادق البرلمان الأوروبي على هذه الاتفاقية. دليل هذا النجاح كونها جاءت لتؤكد المكسب السياسي وشرعية الاتفاقية، لأنها شملت كافة الشواطئ عكس ما كان يريده الخصوم. وبالتالي فإن الأشواط الماراثونية التي قطعتها المفاوضات فيها تأكيد أكيد من الناحية السياسية ومن الناحية الاقتصادية، وله تداعيات على المستوى الدولي بأن دفوعات المغرب كانت قوية وكانت دالة وكانت كذلك شرعية. وبالتالي المكسب كما قلت بالنسبة للمغرب يشمل كافة الجوانب، لأن المغرب لم يتفاوض في هذه الاتفاقية فيما يخص الشق السياسي المتعلق بشواطئ الأقاليم الجنوبية، وإنما تفاوض كذلك حول العائد المادي، حيث ارتفع من 60 مليون دولار إلى 40 مليون دولار، وكذلك من الناحية البيئية. لماذا؟ لأن المغرب قدم دفعات مهمة على مستوى حماية ثرواته السمكية حينما طالب بتخفيض الأسطول الذي سيصطاد بالأقاليم الجنوبية. ومن هذه الناحية يمكن القول بأنه هذا مكسب على جميع المستويات ودفع جديد لطبيعة العلاقات المرتقب إجراؤها أو مواصلتها في إطار الوضع المتقدم بين المغرب والاتحاد الأوروبي. سيد إبراهيم خي، أنت من بين الكوادر الصحراوية المشاركة في الإعداد لهذه الاتفاقية هذه، وكانت لكم جولات مكوكية وماراثونية، ممكن تحدثنا على الكواليس اللي وقع في هذه الاتفاقية هذه؟ أشكركم مرة أخرى جزيل الشكر على الاستضافة. أولا يمكنني أن أقول أن تصويت البرلمان الأوروبي على اتفاقية الصيد هو نجاح دبلوماسي للدبلوماسية الرسمية والموازية، خصوصا أن خلال دجنبر 2011 تم التصويت ضد الاتفاقية من طرف البرلمان الأوروبي، وكانت حجج بعض النواب الأوروبيين يعني كتبرير لعدم التصويت غير مقنعة ولا مجدية. طلب الاتحاد الأوروبي مرة أخرى من المملكة المغربية لتجديد الاتفاقية، خصوصا أن نعرف اقتصاد الجارة إسبانيا الذي يركز على الصيد يعتمد البحري بشكل أساسي على الصيد البحري. لذا طلب الاتحاد الأوروبي من المملكة المغربية تجديد الاتفاقية، وفعلا دخلت وزارة الصيد البحري والفلاحة مع المفوضة للصيد البحري بالاتحاد الأوروبي يعني جولات للنقاش، وتوجت بتوقيع البروتوكول خلال شهر 6 من شهر يونيو من هذه السنة. كذلك تم توقيعه في الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي. بقي أن البرلمان الأوروبي لا بد أن يعطي كلمته ولا بد أن يمر البروتوكول للتصويت. ونعرف أن الاتحاد الأوروبي ليس وحيدا في القرار، بل البرلمان الأوروبي كذلك كلمته مسموعة من خلال تصويت البرلمان الأوروبي. أولا فيه أحزاب ليبرالية، أحزاب يسارية، أحزاب يمينية، خليط من أحزاب شيوعية إلى غير ذلك، ويتشكل تقريبا من 750 نائب برلماني من 28 دولة. فيها أكيد أن فيها أصدقاء المغرب وفيها أصدقاء دول أخرى وإلى غير ذلك، وخليط من الدول. وبما أن كان الرفض سنة 2011 يشمل بعض النقط من حيث عقلنة الصيد، من حيث كذلك تبرير عائدات المالية أنها تعود للأقاليم الجنوبية إلى غير ذلك، رغم أن استثمارات المملكة المغربية في الأقاليم الجنوبية واضحة للجميع، موانئ، قرى صيد، أسواق سمك من العهد الجديد، نوفيل هال من حديثة العهد إلى غير ذلك. هذه الملاحظات التي كانت تبرر عدم التصويت على الاتفاقية خلال سنة 2011 تجاوزها المغرب، وفعلا حاول في خلال المفاوضات الماراثونية أن تكون المفاوضات متوازنة،
تكون المفاوضات يعني تشمل شرعية المغرب على أقاليمه الجنوبية. وأؤكد لأن هناك أطراف كانت تدفع بأن الأقاليم الجنوبية لا يشملها قرار اتفاقية الصيد. فعلا اقتنع زملاؤنا الأوروبيون أن اتفاقية الصيد البحري هي رابح وين وين، مربحة للاتحاد الأوروبي لكونه أنه سيشغل 126 باخرة كانت متوقفة، وعندما نقول 126 باخرة نقول وراءها مئات العائلات، مئات الأسر، ومئات الشباب العاطلين عن العمل الذي كانوا ينتظرون، وكذلك المنتوج الذي سيسوق في الاتحاد الأوروبي. مربحة الاتفاقية للمملكة المغربية نظرا لأن المغرب دخل مع الاتحاد الأوروبي في إطار عام وهو وضعه المتقدم الذي منح سنة 2008، والذي سمح له أن توطيد العلاقة مع الاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي أول. مربحة كذلك أن الاتفاقية كأرضية لاتفاقية التبادل الحر التي تناقش الآن مع الاتحاد الأوروبي ومع اللجنة الأوروبية برئاسة باروزو، وتم توقيعها في الرباط خلال الصيف هذه السنة. يعني هذه الاتفاقية كانت مربحة للجميع وكانت نتيجتها محسومة. يعني أن إذا نفهم من كلامك سي إبراهيم خي أن الاتفاقية كما قلت أنها مربحة سواء للطرف الأوروبي والطرف المغربي. أستاذ عمار الشيخ، وأنت كمهني في قطاع الصيد البحري، كيف قرأتم توقيع الاتفاقية؟ شكرا الأخ نوار. بالفعل كما أسلف الإخوان هذه الاتفاقية فيها مكسبين. المكسب الأول هو مكسب سياسي، لأنه الاتحاد الأوروبي بتصويته أو البرلمان الأوروبي بتصويته يوم الثلاثاء الماضي وبهذه النتيجة اللي فاقت جميع التوقعات 310 إذن هذا يأكد بأنه مسألة السيادة حسمت، ومع أحد من أكبر المنظمات الجهوية وهي الاتحاد الأوروبي، وبأنه كذلك قضية الوحدة الترابية من كان ندخلوا مع المنتديات مثل أو التجمعات أو الدول الوازنة كيبان بأنه لا فرق بين الشمال والجنوب، وبأن المغرب كوحدة لا ترابية ولا بشرية ولا. ثانيا هي اعتراف رسمي وضمني وصريح بمغربية الصحراء من طرف واحد من أكبر الفاعلين الجهويين الاقتصاديين والسياسيين، وأكبر تكتل جهوي وسياسي. إذن هذا في الشق السياسي. في الشق الاقتصادي المغرب كان دائما فاتح أبوابه وفاتح صدره للجار الأوروبي، لأن احنا كنعرفوا بأنه مع بداية التسعينات أول اتفاق توقع مع الاتحاد الأوروبي واللي تم تتويجه للتبادل الحر، وتم تتويجه بإعطاء المغرب وضع خاص أي الوضع المتقدم في سنة 2008. هذا ما جاء عن عبط فعلا، جاء بعد ما أهل المغرب نفسه اقتصاديا سياسيا أولا، لأنه سياسيا كيعطوا معايير كبيرة الاتحاد الأوروبي باش يعطوك هذا الوضع، خاصك تكون تستجاب للمعايير السياسية الحقوقية الاقتصادية الاجتماعية. هذا كيف دفتر تحملات اللي المغرب انهاه في 2008 كنتصور بتوجوا بالاتفاق الوضع المتقدم اللي أعطى المغرب. جاءت هاي الاتفاقية كيف ما سلف الأخ خيّ في 2011 كان هناك فرصة للتمديد، لأن الاتفاقية الأولى انتهت، جاءت فرصة للتمديد، قالوا أعطونا سنة ريتا ما نحضروا نفوسنا وندخلوا في مفاوضات من أجل اتفاقية جديدة. في نهاية 2011 الاتحاد الأوروبي بإعاز من بعض الأطراف فيه داخله واحد التيارات اللي ما بغاتش تجدد الاتفاقية وانتهت. الآن اللي لاحظنا الشيء الجديد وهذا مهم جدا، أولا كاين مجهود كبير قامت به الدبلوماسية المغربية
وهذا بفضلها تحقق هذا الانتصار. ثانيا كاين هناك الدبلوماسية البرلمانية الموازية المهنية، يعني الجميع جند لإنجاح هذا. ولكن كاين اللي هو الجديد هاي السنة في هذه الاتفاقية، وهو الوعي الأوروبي، لأنه أول مرة كنشوفوا فرق نيابية برلمانية أوروبية وازنة مثل الأحزاب الشعبية، مثل الأحزاب الاشتراكية في البرلمان الأوروبي تصوت لصالح ماشي تصوت، تتجند للدفاع عن اتفاقية الصيد مع المملكة المغربية. علاش؟ إذا هذا انتصار للصوت العقل، للشريك اللي كيستجاب واستجاب وكشريك فاعل وموجود وحقق، يعني كانت هناك شراكة حقيقية ما بين المغرب والمغرب. شكرا، نرجع لك من بعد ونحاولوا نناقشوا هذا الموضوع بالتفصيل. دكتور عبد الفتاح، بالنسبة لهذه الاتفاقية واش كتشكل، وانت يعني مهتم بقضية الصحراء، مهتم بنزاع الصحراء، هل تشكل ضربة لجهود جبهة البوليزاريو لإفشال هذه الاتفاقية؟ طبعا بالضرورة، بأن الاعتراض على الاتفاقية كان بناء على أسس قانونية وبناء على تحركات دبلوماسية بدعم من الجزائر، وطبعا كان حضور وازن وكانت متابعة لكل اللجان معقودة هناك في البرلمان الأوروبي، وكانت تعبئة واسعة من حتى تحريك بعض انفصالية الداخل بالأقاليم الجنوبية بمحاولة تعطير هذه الاتفاقية التي قلت بأن مسار طويل لبحثها كشف بطريقة من خلال المفاوضات بأنها طريقة مندمجة. لماذا اندماجيتها؟ لأن الأحزاب التي تجنجت كيف قال الأخ الشيخ بأنها الدفاع على الاتفاقية كان متوازن من الشق السياسي بأنه ومن الشق كذلك الاقتصادي في إطار اتفاقية رابح رابح، ولكن كذلك النواب والفرق التي دفعت هذه الاتفاقية كان كذلك فيها وعي سياسي وفيها كذلك إيمان وقناعة جديدة بشرعية المغرب على الأقاليم الجنوبية، وبالتالي لا ننسى هذا التغير الذي سيخلق تغيرات على داخل البرلمان الأوروبي أو داخل البرلمانات الدول الأوروبية. بالتالي هذا المكسب من الناحية السياسية بأنه سيسود نقاش جديد مثلا داخل البرلمان الإسباني بخصوص تفهم للمطالب المغربية بالأقاليم الجنوبية أو بقضية الصحراء باعتبارها جزء لا يتجزأ منه. وبالتالي كما قلت بأن هذا يعد انتكاسة حقيقية بالنسبة للدبلوماسية الجزائرية وبالنسبة لجبهة البوليزاريو في ظل ما قاموا به من جهود على المستوى الإعلامي، دعاية إعلامية واسعة النطاق بالنسبة للصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية الجزائرية، وكذلك ما تقوم به كذلك جبهة البوليزاريو، وتحريك كذلك الدول الإفريقية بحيث أن الجزائر لا زالت تحتضن، وسخروا كذلك رئيس البرلمان الإفريقي بأن يتبرأ من هذه الاتفاقية قبل صدورها. ولكن رغم ذلك فإن المغرب كان قوي بالعمل على ضرورة توقيع هذه الاتفاقية، ليس فقط من الناحية الاقتصادية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ولكن كذلك من أجل تغيير قناعاتهم ووجهة نظرهم بخصوص قضية الصحراء. وبالتالي لذلك أنا أرى المسألة بأنها مكسب دبلوماسي قوي من الناحية السياسية، وإن كان فيه طبيعي موازنة بين المصالح الاقتصادية لحاجة دول كبيرة كالبرتغال وكإسبانيا وكفرنسا من ناحية الصيد البحري، ولكن هذا يفسح المجال كذلك حول طروحات أخرى كانت تبرر بها الخصوم بضعف الدفوعات المغربية فيما يتعلق باشتراط قضية حقوق الإنسان، بما يتعلق كذلك يعني صرف مجموعة من المستحقات في الأقاليم الجنوبية. ولكن هذا طبيعي في إطار نوعية الشراكة الموجودة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وبالضرورة أن هذه المطالب هي طبيعية جدا في إطار مجموعة من التعهدات التي تربطنا بالاتحاد الأوروبي. وأعتقد بأنه عقدة المنشار الآن في هذه الاتفاقية قد حلت، وهذا ما يفتح المجال واسعا لظهور مجموعة من الاتفاقيات الجديدة فيما يخص كذلك اتفاقيات الفلاحية التي قدمت البوليزاريو دعوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية، وهو ما يعني مطلقا بأن هذه المحكمة ستسقطها. لماذا؟ لأن مطالبها على شاكلة مطالب الخصوم فيما يخص باتفاق الصيد البحري. شكرا لك دكتور عبد الفتاح. سيد إبراهيم خي، ما الذي يميز هذه الاتفاقية التي
دامت التفاوض بشأنها لمدة لأزيد من سنتين على الاتفاقية السابقة. شنو اللي كيميزها؟ هي أولا المفاوضات لم تدم سنتين، تقريبا نقول سنة ونصف، لأن حوالي سنتين تقريبا لأن منذ رفض الاتفاقية في نهاية 2011 يعني كان الطرف الأوروبي هو الذي طلب من المملكة المغربية أن تجديد الاتفاقية. المغرب لم يطلب من أوروبا تجديد الاتفاقية لأن المبادرة كانت أوروبية، وبما أن المبادرة كانت أوروبية يعني أن أوروبا في حاجة لهذه الاتفاقية، وفي حاجة إلى هذه الشراكة، وفي حاجة إلى جار قوي يعني يساعد أوروبا في أمور يعني في الأمن في الساحل والصحراء في إلى غير ذلك. الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لا تقتصر على اتفاقية الصيد البحري كما قلت، هي شراكة يعني تشمل جميع الميادين. المغرب يعني منذ سنة 2008 يعني الاتحاد الأوروبي وضعه كشريك قوي من خلال لو ستاتي افونسي، الوضع المتقدم. وبعد سنة 2008 كانت يعني تقوية علاقات قوية مع الاتحاد الأوروبي. المغرب يلعب دور كبير في إفريقيا من حيث يعني تقنين الهجرة. نلاحظ أن المغرب قدم مبادرة قوية للمهاجرين الأفارقة اللي في المغرب، وهذا يعني نتيجته على أوروبا، لأن لا يمكننا كدولة ديمقراطية أن نقبل أن العديد من الأفارقة اللي يحاولون أن يوصلوا الساحل الأوروبي بدون يعني ما نوضع لهم يعني إطار قانوني. وتقدم يعني CNDH المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمبادرة جريئة ورحب بها الاتحاد الأوروبي في هذا الإطار. المغرب يمشي بخطوات واثقة إلى ديمقراطية قوية، ولهذا كان الاتحاد الأوروبي واعي بهذه القضية ووضعه كشريك قوي. الاتفاقية يعني يعود لاتفاقية الصيد. اتفاقية الصيد كانت يعني أقول أنها أوروبا في حاجة لها ماسة، نظرا لأن الجارة إسبانيا والبرتغال في حاجة نظرا للأزمة المالية الخانقة التي تعرفها إسبانيا، ونظرا لتوقف أغلبية أساطيل الصيد البحري متوقفة في أساطيل الصيد البحري في إسبانيا وفي البرتغال هي متوقفة منذ الاتفاقية الأولى 2006-2010. إذن أوروبا في حاجة لهذه الاتفاقية. المغرب لم يدق أبواب أوروبا ويقول لها أنا محتاج أنك توقع معي الاتفاقية. المبادرة كانت أوروبية، والمغرب وضع شروطه. المغرب وضع شروط لأن الاتفاقية أولا في ديباجتها الأولى كانت يعني من الفائض من الأسماك. احنا لا نسمح للأساطيل الأوروبية استنزاف الثروة، هي فائض في الأسماك، لأن هناك دراسات يضعها المعهد الدراسات البحرية لينيراش اللي مقره في العيون وفي الداخلة وعنده فروع في الأقاليم الجنوبية، يدير دراسات وقت توالد الأسماك، وقت توالد الأخطبوط إلى غير ذلك، وهناك فائض يكون مسموح للبواخر الأوروبية أن تستغله. كذلك عدم يعني الصيد العشوائي بوضع آليات تكنولوجية، بوضع كذلك هناك تشغيل يد عاملة مغربية في الأساطيل وعلى الأرض، لأن سيكون انديباركومون للبواخر في بعض الموانئ المغربية الصحراء في الأقاليم الجنوبية. أو في النقطة قبل أستاذ سيد إبراهيم نقيس أستاذ عمار الشيخ، شنو هي الانعكاسات المتوقعة على الاتفاق على العاملين في القطاع باش الناس تفهم ياسر من الناس يقول لك المنطقة كيفاش اللي تستافد؟ في الحقيقة وخصوصا بين قوسين وتعرف عن أغلبية الشباب الصحراوي لا يشتغل في قطاع الصيد البحري. لا هو الاتفاقية في حد ذاتها إذا شفناها من ناحية مبلغها المالي أو الحصص اللي تم اصطيادها، هذا هي 40 مليون أورو 40 مليون أورو ما هي مزيان شيء، ميناء صغير، وهذا الصعيد الوطني، فما بالك 140 مليون لا تمثل أي شيء. ثانيا
هذه البواخر 127 باخرة. 127 باخرة يمكن يكون العدد البحارة المغاربة اللي غادي يكونوا على ظهر هذه البواخر هو 20%. وفي أقصى تقدير البواخر ما كتجاوز 24 فرد شخص. إذا 24 فرد، إذا فردين وثلاثة، إذا هذا المهم هو المضمونها أكثر، هو دلالته مضمونها السياسي، صحيح، ووقعها وصداها ومدلولها، هذا هو الأهم. ثانيا فيما يخص ماذا ايش لا يجب نحن الاتفاقية، في هناك كيف ما قال الأخ هي كاينه بواخر اللي غادي يتم تفريقها في الموانئ الجنوبية، غادي تفرغ حمولاتها، ولكن في القالب حمولاتها موجهة للسوق الأوروبية. إذا غادي نستافدوا الموانئ شوية ديال الحركة ديال النشاط في الميناء. ثانيا كاين النقل، يمكن يكون كذلك المعالجة بتي تريتمون في بعض المعامل، ولكن هذا كله ماشي هو اللي غادي يجيب لنا تشغيل او اليد العامله وكذا. في منظوري بانه الاتفاقيات المقبله، لانه هذه اتفاقيه شفناها الحمد لله، ولكن المغرب وفضل البرنامج ديال الالياتيس اللي شرف عليه اعطاه الانطلاقه صاحب الجلاله سنه 2010 في اكادير، واللي هو برنامج شمولي يعني يشمل القطاع بصفه عامه، بما فيه الشق الانتاج الوطني، بما فيه الشق يعني الاتفاقيات مع الاتحاد الاوروبي مع روسيا. اذا هذا هو البرنامج اللي يمكن يعطي المنطقه تشغيل، يعطيها يد عامله، يعطي القيمه المضافه اللي غادي تنحدث في الاقاليم، يعطيها تجهيزات كذلك متطوره. الان في نظري بانه الشق المقبل وهو الشراكه الحقيقيه على اليابسه، لانه هنا لأنه كان في السنوات الأولى كان حديث من طرف الجار الأوروبي بأنه نديروا معامل في العيون، في الداخلة، في بجدور، في طنطان، في الموانئ في اليابسة، ونصطادوا ذيك لا فاليغ اجوتي القيمة المضافة اللي هي يمكن تندار عندنا في الأقاليم وتكون يعني عكس إيجابيا على المنطقة من ناحية تشغيل من ناحية كذا. ولكن اليوم كتعرفوا الوضعية ديال الاتحاد الأوروبي ووضعيته المالية بالخصوص، أزمة مالية خانقة. إذا المغرب هذه الاتفاقية صراحة جاب باش ينقذ الجارة الأوروبية، وهذه ماشي أول عملية دارها. كان ذكروا جميعا المبادرة اللي دار صاحب الجلالة لما وقعت الكارثة ديال بريستيج في بواخر في موانئ ديال في الشواطئ ديال غاليسيا، وتوقف نظرا لحالة التلوث اللي صبحت عليها، واللي أعطاهم جلالة الملك سمح لهم الاساطيل ديال الاتحاد الاوروبي وديال اسبانيا بالخصوص باش تصاد في المياه المغربيه لمده شهور متعدده الى نقاو شواطئهم من الكارثه. السيد ابراهيم نرجع لك، هل يمكن ان يكون هذا الاتفاق فرصه لاعطاء دفعه جديده في العلاقات مع الاوروبيين، خصوصا اتفاقيه الوضع المتقدم اللي نشدها المغرب مع الاتحاد الاوروبي؟ اولا هي هذه الاتفاقيه كما قلت سابقا هي ارضيه لاتفاقية تبادل الحر، لأن لولا أن البرلمان الأوروبي كان لم يصادق على هذه الاتفاقية سنكون في إعادة النظر في علاقتنا مع الجانب الأوروبي. كان من الممكن أن يرفضوا التصويت، لأن في سنة 2011 منذ سنتين رفضوا التصويت، واليوم قبلوا التصويت نظرا لأن شروط الاتفاقية كانت متوازنة، ونظرا لأنهم تأكدوا أن المغرب ذاهب في خطى ثابتة للديمقراطية، وأنه جار مهم وذو وزن في إفريقيا وفي العالم العربي. وأكد كذلك أن الوضع المتقدم الذي يحظى به المغرب هو الدولة الإفريقية الوحيدة الذي يعني عنده هذا الإطار. اتفاقية التبادل الحر هي اليوم في طور الدراسة، هناك مفاوضات في اللجنة الأوروبية وفي المملكة المغربية على هذا الاتفاقية التبادل الحر. وأؤكد أن الدولة الوحيدة في العالم العربي وفي إفريقيا التي ستحظى إن شاء الله بهذه الاتفاقية التبادل الحر هو المغرب. إذن يعني علاقاتنا تتقوى مع شريكنا الأساسي وهو الاتحاد الأوروبي، ولكن أؤكد لأهمية الدبلوماسية الموازية.
أهمية الدبلوماسية الموازية لأن الاتحاد الأوروبي لا يأخذ القرار لوحده، هناك برلمان أوروبي. صحيح. يعني كالاتحاد الأوروبي هي مؤسسة تمثل لجنة تنفيذية، وهناك مؤسسة تمثل لجنة التشريعية هي البرلمان الأوروبي. والبرلمان الأوروبي حظينا نتيجة هذا الوضع المتقدم، هناك لجنة برلمانية مشتركة ما بين البرلمان المغربي والأوروبي تتشكل من الفرق النيابية في البرلمان المغربي والفرق النيابية في البرلمان الأوروبي، ونناقش يعني منذ بداية الولاية، منذ بداية هذه الولاية ناقشنا الأمور. كنا حضرنا يعني في أول اجتماعاتنا في اتفاقية الفلاحة والتي تم التصويت عليها بالإيجاب رغم مناورات الأعضاء الوحدة الترابية والتشويش، تم التصويت عليها بالإيجاب. طيلة هذه السنتين عقدنا عدة اجتماعات مع الجانب الأوروبي، مع زملائنا من الجانب الأوروبي، نناقش جميع القضاييا، قضايا الهجرة، قضايا التنمية، قضايا الاقتصاد، قضايا الديمقراطية في إفريقيا، قضايا جميع القضايا. ووزعنا يعني المهام، كل نائب برلماني مغربي عنده زميله أوروبي يناقش ملف. مثلا أنا كنت أناقش ملف الصيد البحري مع نائب برلماني في إيطالي في اشتراكي يعني، وعقدت معه عدة اجتماعات مع بعض من زملائي المغاربة، ووضحنا له الأمور أن أولا المغرب لا يمكن أن يقبل اتفاقية بدون أقاليمه الجنوبية. سيادة المغرب خط أحمر. الأقاليم الجنوبية كذلك تأكدوا هما أن عرف التنمية منذ 75 إلى حدود اليوم هناك مشاريع كبرى لم تكن، واقتنعوا بذلك، واقتنعوا أن ساكنة الأقاليم الجنوبية تزخر بطمأنينة وتنمية وازدهار. هذا أمر بالفعل. هناك بطالة، البطالة في أوروبا، في إسبانيا مثلا أرقام البطالة مخيفة. أقنعناهم أن أرقام البطالة في إسبانيا اللي وصلت ل 25% يعني أكثر من المغرب. هناك بطالة في الرباط، هناك بطالة في العيون، هناك بطالة إلى غير ذلك. ولكن يعني بعد يعني طيلة جولات مع زملائنا الأوروبيين، كذلك كل نائب برلماني اللي معنا في اللجنة يحاول أن يقنع فريقه، لأن هناك فرق. الفريق الاشتراكي يتشكل من 200 أو يزيد، الفريق الشعبي إلى غير ذلك، فرق نيابية اللي ممثلة معنا في اللجنة حاولت إقناع زملائهم اللي معهم في الفرق، وتأكدوا أن الاتفاقية كما شرط هي رابح، وأن المغرب لا يقبل أن يرفض اتفاقية الصيد البحري، وهو في 2008 تم إعطاء وضع متقدم. هذا تناقض. صح. أنت تعطيني وضع متقدم وتشيد بمجهوداته الديمقراطية وبالخطى الثابتة وبالدستور الجديد وبشفافية الانتخابات وحكومة نزيهة، وهذا وتعود وتقول لي لن نوقع معك اتفاقية الصيد البحري لأن هناك خروقات حقوق الإنسان. هذا تناقض. أكدنا لهم أن لا يمكننا أن نتعامل مع شريكنا الأوروبي إلا إذا كانت عندهم مصداقية الجانب الأوروبي أن يعترف أن المغرب ذاهب في خطى ثابتة اتجاه الديمقراطية. وقضية ملف الصحراء لا يمكن، هي قضية الصحراء في الأمم المتحدة وليس وصي عليها الاتحاد الأوروبي. قضية الصحراء ملف عنده يعني مبعوث خاص يأتي بجولات الأقاليم الجنوبية ويزور الجمعيات والمنتخبين والسياسيين ويحاول أن يجد الحل. أما الاتحاد الأوروبي ليس مسؤولا عن الملف وليس وصيا على الملف، ربما عنده أفكار، ولكن ملف قضية الصحراء هو في الأمم المتحدة. دكتور عبد الفتاح الفتحي، لاحظنا مؤخرا العديد، كيف قال الأستاذ، العديد من الحملات الإعلامية اللي كتشنها جبهة البوليزاريو للتشويش على هذه الاتفاقية تحت شعار نهب ثروات الأقاليم الجنوبية. في نظرك إلى أي مدى، والله إلى أي حد نجحت جبهة البوليزاريو في مسعاها؟ في الحقيقة هو أن المؤسسات الأوروبية، خصوصا أنها الآن تحاول افتعال أي مشكلة لتسويقها، خصوصا في ميدان انتهاكات حقوق، تحت شعار انتهاكات حقوق الإنسان. في الحقيقة هو أن المؤسسات الاتحاد الأوروبي بحكم يعني تطورها الدستوري وبحكم كذلك فتحها لعديد كبير من القنوات التواصلية أن تستمع إلى دفعات وإلى دعاوى كل الأطراف ومنها جبهة البوليزاريو. هذا لا يغير من المعادلة في شيء، ولكن هناك كذلك مسار للتتبع على أرض الواقع يكشف الحقيقة من الزيف.
وبالتالي أنه لا بد كذلك من التنبيه بأنه هذه النقاشات المتعلقة باستغلال الثروات الطبيعية كانت قد تقدمت فيها الأمم المتحدة في إطار خطة النهوض المبتكرة الذي ابتدعها كريستوفر روس، وبالتالي كان بداية أو أن المغرب كان يتحدث كذلك عن إمكانيات إحصائية بما يخص طبيعة يعني الثروات الموجودة في الصحراء. ولكن لا أحد يخفي بأنه المغاربة كانوا يؤدون من جيوبهم ضريبة لتنمية الأقاليم الجنوبية ولبنية تحتية قوية هناك، وهذا ما تطرح بإشكالات طبيعية تكذب وتفند كذلك المزاعم جبهة البوليزاريو، لا سيما أن فيما يتعلق بقضية الفوسفات فمثلا المغرب لا يصدر مثلا من يعني الفضاءات هناك سوى 1% بالمقارنة مما يصدر كذلك من خريبكا ومن باقي المناطق. ثم كذلك هناك الإشكال في النهاية هو صرف هذا المخزون ولا الثروات الطبيعية، بالمقابل أنه المدن في الأقاليم الجنوبية أحسن بكثير من المدن الموجودة حتى في الجزائر اللي كتحمل هذا الملف هذا والدفاع ومناصرة جبهة البوليزاريو. ولكن الواقع الحال هو يكشف بأنه الحديث لجبهة البوليزاريو حملة إعلامية بات محصورا في الشق الحقوقي، وهذا ما يؤكد خروجها عن قضية الحديث عن السيادة، ولا بد كذلك من التذكير بالتطور القوي الذي حصل في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا، بحيث انتقلت من موقفها الذي كان مناصرا للجزائر لتنسق أو تنسجم مواقفها كذلك مع مجلس الأمن الذي يتحدث بأن هناك يعني تطور في قضية الملف السياسي، خاصة بعد تقديم المغرب لمبادرة الحكم الذاتي. بالتالي هذا يطرح إشكال آخر سياسي، بأن تصبح جبهة البوليزاريو هي منظمة حقوقية، شبه منظمة حقوقية تطالب وهذا كل مطالب كباقي المنظمات الدولية بضرورة تطوير الشق الحقوقي، وهذا تدخل في إطار اتفاقيات أكيدة مع الاتحاد الأوروبي في إطار ما يسمى تعهدات من أجل حصولنا على الوضع المتقدم ومتابعة كذلك طبيعة الشراكات اللي فيها تفصيلات متعددة مستقبلا. لذلك فالقول الآن بأن مثل هذه المزاعم لم تجد صداها، خاصة الحديث الاتحاد الأوروبي عن قضية الحقوق يتحدث عن إصلاحات شاملة تشمل كل المغرب، وطبعا المغرب يواصل كذلك مسيرته في نقاشاته مع الولايات المتحدة الأمريكية للحديث عن ضرورة تطوير الشق الحقوقي، لكن في المغرب وليس في منطقة الصحراء، بدليل أن القضية الحقوقية قضية كلية لا يمكن تجزئها في منطقة دون أخرى، وإلا غد يبرز هناك موقف متناقض في الموقف الأمريكي، أن هناك انتهاكات في الأقاليم الجنوبية فيما الشمال ينعم بحرية مطلقة. هذا من جهة. من جهة ثانية بأن الدفعات الإعلامية للجزائر تؤكد بأن الجزائر ليست واحة للديمقراطية ولا لحقوق الإنسان حتى تتحدث عن قضية حقوق الإنسان في الصحراء، وأن كل الأدلة للمنظمة الدولية تبين بأن الموقف الحقوقي في المغرب جيد وممتاز، ويخضع كذلك لمواصلة إصلاحية شاملة في إطار المؤسسات الموجودة في الأقاليم الجنوبية، منها الفرع المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية لحقوق الإنسان، وهو اللي كيقوم بتقارير، وهو اللي يمكن يتكلم على قضية حقوق الإنسان في إطار توافق تام للمملكة المغربية من أجل الحديث عن ما يسمى بالقطاع الحقوقي الاقتصادي، فيما يخص كذلك التشغيل، فيما يخص كذلك إيجاد موارد مالية هناك، وكذلك البحث عن ظروف العيش الكريم، وكذلك الشق السياسي، بحيث أنه هناك إمكانية لإحداث جمعيات، وهذا ما نختلف فيه كذلك مع عدد من الموالين لجبهة البوليزاريو، وهو القانون 1958 اللي كنظم قانون الجمعيات يسمح بإنشاء جمعيات، وهنا هو الاختلاف. ولكن الآخرين لا يريدون الالتزام بهذا القانون، وهو اللي تطرح إشكالات بالنسبة لنا، لأن ما قدرناش نبينوه بالنسبة للمنظمات الحقوقية بأن هناك الحق في تأسيس الجمعيات كيف ما يكون نوعها، ومنها الجمعيات الحقوقية، بدليل وجود عدد كبير من المراكز والجمعيات والمنظمات المغربية التي تشتغل في قضية حقوق الإنسان، وفي عندها مواقف جريئة وقوية أكثر من المنظمات الدولية الحقوقية. شكرا لك دكتور عبد الفتاح فتحي. نشو لك أستاذ عمار الشيخ ونرجع للاتفاقية.
في نظرك هذه الاتفاقية هل تحترم مثلا أبسط مثال هو مخزون السمكي في الأقاليم الجنوبية؟ تتعرف عن الأقاليم الجنوبية فيها مجموعة من المشاكل ممكن نرصدها لك، مثلا انتشار الصيد الغير المسؤول، عدم احترام الراحة البيولوجية من طرف بعض الصيادين. واش هي الاتفاقية ركزت على هذه المسائل؟ فعلا هو في نظري بأنه خاصنا نشوفوا على مستويين. أولا احنا في إطار اتفاقية دولية مع شريك استراتيجي واللي أعطانا وضع متقدم، واللي كذلك ينظر لنا بأن حتى نحن شريك حقيقي كيف ما قال الأخ خيو والأخ الفاتحي، بأنه كيشوف المغرب اليوم الضمانة والاستقرار في شمال منطقة شمال إفريقيا، والشريك اللي حقيقي واللي تمكن فترة وجيزة جدا من يدخل في واحد المسار إصلاحي عميق جدا واللي مس جميع ما كنتكلموا عن الاتفاقية مع دولة مع مجموعة. إذن هذه اتفاقية المفروض بأن كلنا كمغاربة كفاعلين كدبلوماسيين كسياسيين كجمعويين نكونوا كاملين متجندين من أجل نجاح الاتفاقية، لأنه هذا معركة ديال البلاد ديال المغرب. لما كنتكلموا وكذلك كيف ما قال الأخ خيا بأنه هذه الاتفاقية أولا من 2011 علاش رفضوها؟ كانوا كيقولوا بعض الأصوات في الاتحاد الأوروبي بأن هناك السببين، ما مشاوش يقدروا يمشوا يضربوا المبدأ السياسي أو السيادي وكذا، لأنه كاين الصيد جائر، لأن المنطقة كتتعرض لواحد الاستنزاف، ولهذا ممنوع الاتحاد الأوروبي باش يشارك في عملية الاستنزاف، خاصنا ما نزيدوش مع المغرب خصوصا في المياه الجنوبية. كاين العامل الثاني وهو استفادة الساكنة المحلية من عائدات هذه الاتفاقية. هذه ما كانت الأسباب أو المبررات، ولكن أثبت بأنه العكس تماما هو اللي حاصل. أثبت بأنه مخزون الأسماك عندنا، وهذا بالشهادة ديال الفاو اللي هي المنظمة المعنية، اثبت بأنه المغرب واحد من أهم البلدان في العالم واللي كيوازي تسيير المصايد، هو تسيير نموذجي كيوازي تسيير ديال المصايد في البلدان المتقدمة والمتطورة في مجال الصيد. يعني احترام الراحة البيولوجية، احترام الراحة البيولوجية، الصيد بالحصص، حتى طريق الشباك، حتى الشباك الانتقائية، يعني المغرب والحراسة، لأنه كاين بزاف ديال الملابسات. هذا المجال، هذا الميدان ديال الصيد فيه واحد اللقط كبير جدا، ولكن ملي كنشوفوا الأرض الواقع الحراسة، محاربة الصيد الجائر، محاربة جميع أنواع استنزاف الثروات البحرية، وعندنا تشريعات كذلك قوية كتضرب بيد من حديد على المخالفين. هذه الفرضية زالت، ثبت الاتحاد الأوروبي والخبراء ديال الاتحاد الأوروبي ومن بعد تقرير ديال الفاو بأن المغرب كيسير المصايد بطريقة عقلانية وكتحافظ على المورد وكتحافظ على استمرارية المورد. هذا إذن هذا نجاح، ومن هنا كيبان لهم بأنه كاين واحد الهامش للاتحاد الأوروبي والأساطيل الأوروبية، هامش معقول للصيد، ولكن قد يخلي المورد كذلك يستمر. هذا أولا. النقطة الثانية هو كيف قلتوا فعلا ما نكروش بأنه كاينين الناس اللي ما عندهمش ضمير للأسف في القطاع، كيصيدوا في راحة بيولوجية، كيديروا مخالفات، كيبذروا الثروات المورد، ولكن هذه فئة قليلة جدا ومحسوبة، واللي منها حصل راه كيكون موضع إدانة إعلاميا جمعويا مهنيا، الوزارة كذلك لما كتتوصل ولكن اللي هو ثابت الآن بأنه التسيير ديال المصايد في المغرب هو تسيير نموذجي. اللي بغيت نضيف لك في هذا الجانب كذلك، وهو اش يمكن احنا نستفادوا من الاتحاد الاوروبي، يمكن نستفادوا من خبراتهم من دراساتهم، وعندنا كذلك العديد من الاتفاقيات اللي كتربطنا مع الاتحاد الاوروبي
في مجال تبادل الخبرات، مجال الدراسات، كاينين بعثات كتكون، كاينين رجال اعمال. لانه المواطن بالنسبه له راه كيبان له من الاتفاق كله والتعاملات مع الاتحاد الاوروبي، فغالب الاحيان كيبان له غير هي الاتفاقيه ديال الصيد، هذه غير جزء. راه ملي كتشوف منتوجاتنا اليوم، لا في مجال التكستيل، لا في مجال الفلاحي، لا في مجال الصناعي، لا في مجال اي المجالات، احنا اكبر شريك عندنا هو الاتحاد الاوروبي ب 70% من المبادلات ديالنا معاه. اذا منتوجاتنا كلها عندنا تبادلات بشريه، عندنا على روابط بشريه من قديم الزمان. اذا الاتحاد الاوروبي بالنسبه لنا هذه الاتفاقيه جزء فعلا، جزء اللي يمكن حتى هي نمشوا في هذا القطاع ونمشوا بعيد، لانه المنتوج الاوروبي ولو مشاو عنا الاوروبيين 2011، ولكن منتوجاتنا في الموانئ ديال الداخل وديال العيون لمين كتمشي للمستهلك الاوروبي. صحيح. والمستهلك الاوروبي والسوق الاوروبي المشتركه كتوضع شروط تعجيزيه، ماشي تعجيزيه، كنقول صارمه، لانه هذا المستهلك الاوروبي كيحافظوا على صحته. اذا خاصهم ما يوصلولوش منتوج اللي هو ماشي منتوج في سميتو ولا هذه ولا هذه. اذا سي ابراهيم باش كتحرك راسك، كنت متفق مع هذا الشيء اللي يقولوا سي عمر الشيخ، ولا عندك اضافه في هذا المجال، خصوصا ان الوقت لم اصبح يداهمنا. على كل حال كيف قال الاخ الشيخ، هو اكيد ان الكلام واللغط موجود، ان فيه استنزاف ثروه وفيه صيد جائر الى غير ذلك، ولكن الحقيقه ان البروتوكول كان يعني متوازن، وكان يحترم يعني معايير الصيد وتقنين الى غير ذلك، وفترات الصيد. المهم ان تكون احنا كساكنة اقاليم جنوبيه من منظور ان بغينا نشوفوا قيمه مضافه لاتفاقيه الصيد. اولا القيمه المضافه هي سياسيه، اكدوا عليها الاخوه، سياسيه لكون ان الاتفاقيه رغم التشويش الى غير ذلك لا يمكن استثناء الاقاليم الجنوبيه منها. الأقاليم الجنوبية مثلها مثل الشمالية، والمغرب لا يمكن له أن يقبل اتفاقية لا تشمل سيادته على أقاليمه. كذلك بالنسبة للقيمة المضافة على المادية، هي أن بالنسبة لهذا المبلغ الذي يعني غير مهم، هذا يمكن استثماره في قطاع الصيد البحري، في تحديث أسواق السمك، يعني المكتب الوطني للصيد البحري، المعهد الوطني للدراسات البحرية، تجهيزهم بآليات حديثة تكنولوجية إلى غير ذلك. يعني المقابل المالي تكون عائداته على تحديث القطاع وعلى مراقبة القطاع وعلى الأقاليم بالتساوي بين الأقاليم كلها، الأقاليم الساحلية المغربية كاملة. فيما يخص الجانب التشغيل، أكيد أن التشغيل هو هاجس الجميع، وأن احنا هذه الاتفاقية لا نريد منها أن ما يمكن أن نحلم أنها لتشغل لنا أولادنا والله ستقضي على البطالة إلى غير ذلك، لأن البطالة مشكل حله يعني خلق اقتصاد متكامل ودورة اقتصادية مهمة، واللي أعطى اقتراحها في النموذج الجديد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأشار إلى أن قطاع الصيد هو ركيزة من ركائز الاقتصاد، وإقلاع الإقلاع التنموي الاقتصادي للأقاليم الصحراوية لا يمكنه أن يكون إلا بقطاع الصيد البحري. ستكون هناك مناطق صناعية متكاملة فيها تحويل للمواد، واللي منين نقولوا التحويل نقول أن هناك يعني يد عاملة مهمة كيف تعليب السردين إلى غير ذلك. هناك يعني أنشطة موازية، لأن من يكون اقتصاد في قطاع الصيد يعني أنشطة موازية ستشتغل. هذا الموضوع يعني لازم أن يكون يعني حتى احنا كفاعلين سياسيين أن نؤكد أن لازم
أن نشتغل في هذا الملف للقضاء على البطالة، لأن الحمد لله الأقاليم الصحراوية فيها خيرات، فيها سواحل غنية من الأسماك إلى غير ذلك، ولكن هذا النموذج التنموي يجب تطبيقه بسرعة حتى يكون يعني القضاء على شكرا لك شيئا أستاذ مع إبراهيم البطالة. خيو، عفوا على المقاطعة لأن الوقت مثل. عندنا كلمة أخيرة في أقل من دقيقة دكتور عبد الفتاح الفتحي. أنا فقط نجملوا من هذا النقاش كامل. تفاعلا مع قاله الإخوة المتدخلين هو أن لابد من التركيز بأن هناك تطور على مستوى طبيعة المفاوضات، وهو اللي أعلن بأن المبلغ المالي كان 36 مليون وارتفع إلى 40 مليون، فبالتالي كان يعني توافق، وكانت كذلك معايير ضبطت هذا الشق. فيما يتعلق كذلك بقضية الحفاظ على المخزون من الثروات السمكية، ففي الاتفاقية هناك تنصيص على ضرورة استعمال الوسائل المتطورة وخاصة المراقبة عن طريق الأقمار الصناعية، وهذا فهم ووعي أوروبي من الناحية البيئية، لأن المسألة تطرح من سياق شمولي هو الحفاظ على البيئة، وكاين فيه تفهم أوروبي ربما موازي لتفهمنا حنايا من الناحية البيئية، لا سيما الأحزاب الخضر التي تطالب على ضرورة أن لا تشكك في هذه من الناحية السياسية بقدر ما تدحضها من الناحية البيئية، لأنه قد يكون فيه استنزاف كبير. هذا من جهة. من جهة أخرى فأعتقد بأن الاتفاقية الآن ستفتح آفاق واسعة أمام المغرب للدخول في شراكات متعددة، ومنها تمويل عدد كبير من المشاريع في ظل ما بات يتحدث عنه أو ما أعلن جلالة الملك بالنموذج التنموي في الأقاليم الجنوبية، واللي كيعطي آفاق جديدة لطبيعة التعاون الأوروبي مع كذلك الشركاء على المحيط الأطلسي. منهم كذلك اتفاقية الصيد البحري مع موريتانيا وغيرها. وبالتالي فإن الاتفاقية تشكل مكسبا للمغرب من الناحية المحلية وكذلك إقليميا ودوليا. شكرا. هكذا تكون الحلقة مشاهدينا الكرام قد بلغت تمامها، لا يسعني في نهايتها إلا أن نشكر ضيوف الكرام السادة عمار الشيخ، مهني في قطاع الصيد البحري. سي عمار الشيخ شكرا جزيلا لك. كما أشكر سيد إبراهيم خيا، نائب برلماني عضو اللجنة البرلمانية المشتركة بين البرلمان الأوروبي والمغربي. سيد إبراهيم شكرا جزيلا لك. كما أشكر الدكتور عبد الفتاح الفاتحي، خبير في قضية الصحراء والشأن المغاربي. كما أشكركم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وفي أمان الله.